السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة وسعادة. النهاردة برد على فيديو او اللي هو الفيديو الاخير لوائل الصديقي، وده كان بيتكلم فيه عن ناس قالوا عليه ان هو بيكرههم قال في امريكا. وهفترض ان السبب ان الراجل قال الحقيقة، وهي ان امريكا بتفرض الضرائب على مواطنيها سواء كانوا جوه امريكا او بره امريكا. ولكن الفيديو نفسه فاجئني في استاذنا وائل بخرافات من العيار الثقيل. الخرافة الاولى قال فيها انت لما يكون عندك عيال في امريكا مش هتصرف عليهم ولا مليم، وان الحكومة هي اللي هتصرف عليهم. الله اكبر. انا بصراحة من ساعتها يعني فطسان من الضحك لحد دلوقتي. يا اخ وائل، هل انت بتعتقد ان المتابعين بتوعك دول مجانين او متخلفين عقليا عشان تقول لهم خرافة زي دي؟ يعني انت اقول لك على حاجة، انت يعني ايه؟ انت راجل يوتيوبر كبير بيتابعك 500,000، والله اعلم بيتابعك كام على الفيسبوك والانستجرام. ما ينفعش تطلع تهلفط بكلام فارغ زي ده. فكلامك محسوب عليك. ما ينفعش تقول ان انت مش هتصرف على اولادك ولا مليم في امريكا. انت فاكر المتابعين بتوعك دول ايه يعني؟ راسهم جواها مية بدل المخ مثلا؟ دي حاجة. الحاجة التانية انه قال ولادك وانت هتستمتعوا بمستوى رعاية صحية عالي، رغم ان هو نفسه في فيديوهات سابقة قال ان امريكا لو انت دخلت المستشفى عملت عملية ايا كانت العملية دي كلفت 100,000 كلفت 600,000 دولار، بتجيلك فاتورة المستشفى وبتفضل دين عليك مدى الحياة. وزادكم من الشعر بيت، في قسم اسمه الكوليكشن ديبارتمنت، عشان انت لو ما دفعتش الفاتورة هيقعد يجري وراك لحد ما تسدد، ولو بالتقسيط او ايا كانت الطريقة اللي هتسدد بيها فاتورة المستشفى. فازاي تيجي انت نفسك اللي قلت واعترفت ان فاتورة المستشفى هتفضل دين عليك مدى العمر، ترجع تقول للناس هتستمتع برعاية صحية ذات مستوى عال؟ انت بتناقض نفسك وبتعتبر ان الناس مش فاكرة انت قلت ايه قبل كده، او ان محدش هيبص وراك. ايه ده؟ وبعد كده تقول وولادك هيتمتعوا بتعليم عالي وممتاز. طبعا هو في مدارس في امريكا مستواها كويس، وفي مدارس في امريكا مستواها منحط حرفيا. في مدارس فعلا يا اخوانا في امريكا المدرس بيخش الفصل حرفيا ما بيعملش حاجة، وفي اللي هو ايه بيدي بعض الارشادات لكن ما بيشرحش الكثير معايا حضراتكم. وعشان كده في مدارس بتقفل لان نسبة الراسبين فيها بتكون عالية، فيقول لك احنا هنصرف عليها ده كله ليه وهي مدرسة نسبة الراسبين فيها عالية؟ اسألوا نفسكم يا اخوانا ايه اللي بيخلي في مدارس في امريكا تقفل بسبب ارتفاع نسبة الراسبين. ده لو كان المدرس بيخش يعمل شغله وبيدي للطلبة الاهتمام اللازم وبيتابعهم المتابعة اللازمة. وعلى فكرة جامعات امريكا يا اخوانا، جامعات امريكا نفسها عارفة ان في مدارس فعلا مستواها كويس، وفي مدارس عشان تاخد الثانوية العامة كل المطلوب منك انك ما تضربش المدرس. فعشان كده
لما بتخش الجامعة يطلب منك الامتحان اللي انت امتحنته على مستوى امريكا ككل، والسكور اللي انت عملته في الامتحان ده قد ايه، لان هذه الجامعات ما بتثقش في المدارس والطلبة اللي اتخرجوا من الثانوية العامة. هم اوريدي عارفين ان في مدارس مستواها منحط. طبعا انا مش هتكلم عن انتشار الكوكايين والهيروين والمخدرات في المدارس، مش هتكلم عن انتشار رفاق السوق، مش هتكلم عن طبعا الطلبة في المدارس اللي اتضربوا بالنار، كل ده مش هتكلم عنه. ماشي، مفهوم ان اغلب الناس بيعدوا من ده كله وبيبقوا كويسين، ولكن ولكن اللي انا بقوله حضراتكم ان الثلاث حاجات اللي قالهم وائل الصديقي في فيديو انت بتكرهنا في امريكا ليه، دي خرافات. لما يقول ولادك هيلاقوا مستوى تعليم عالي ورعاية صحية عالية وايه، ومش هتصرف عليهم ولا مليم. يا إلهي، بصراحة أكتر مرة ضحكتني الصراحة. فمن فضلكم اوزنوا قبل ما تشيلوا، عشان لما الناس طبعا بيبينوا لليوتيوبر قد ايه هم نفسهم بتشرقب لجنة ما على الارض، اليوتيوبر بيلعب على هذا الوتر ويقول لهم اكاذيب، ويقول لهم ان هذه الجنة فيها كذا وكذا، ويخترع خرافات من دماغه عشان ايه، يعمل مشاهدات والناس تبرق له وتتابعه فقناته تكبر بهذه الخرافات. أرجو إن الرسالة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.